لو كنتي لسه بتبدأي تهتمي بنفسك، استني قبل ما تشتري اي حاجة او تبدأي تعملي 100 خطوة في اليوم، لان في حاجات انا شخصيا كنت اتمنى اعرفها من البداية، وكان ممكن توفر عليا وقت وتجارب كتير. فجمعتلك النهاردة اهم الحاجات اللي كنت اتمنى حد يقولها لي من زمان، ويلا بينا نبدأ. 1. مش لازم تشتري حاجات كتير. اول حاجة كنت فاكرة ان عشان اهتم بنفسي لازم يكون عندي منتجات كتير جدا، لكن الحقيقة انك مش محتاجة تشتري كل حاجة تشوفيها على السوشيال ميديا. ابدأي بالاساسيات اللي فعلا محتاجاها، وبعد كده شوفي ايه اللي يناسبك. مش عدد المنتجات هو اللي بيحدد اهتمامك بنفسك. تاني حاجة، مش كل ترند مناسب ليكي. تاني حاجة ودي مهمة جدا، مش معنى انك حاجة منتشرة وكل الناس بتتكلم عنها انها مناسبة ليكي. ممكن حاجة تنفع مع شخص وما تكونش مناسبة لشخص تاني خالص. فبدل ما اجرب كل ترند اشوفه، بقيت اسأل نفسي الاول، هل انا فعلا محتاجة ده؟ وهل هو مناسب ليا؟ ولو لقيت الاجابة الصح ابدأ انفذه. تالت حاجة، النتيجة مش لازم تظهر بسرعة. كنت كمان مستعجلة جدا، اعمل حاجة النهاردة وابقى مستنية اشوف فرق كبير جدا بكرة. لكن الاهتمام بالنفس مش سحر، العادات الكويسة محتاجة وقت واستمرار، فما توقفيش حاجة مناسبة لمجرد انك ما شفتيش نتيجة بسرعة عليها. 4. ما تقارنيش نفسك بحد، ودي يمكن اهم نقطة في الفيديو كله. السوشيال ميديا ممكن تخلينا نقارن نفسنا بالناس طول الوقت، لكن اللي بنشوفه على الشاشة مش كل حياتهم. فبدل ما أسأل ليه أنا مش زيها، أسأل إيه الحاجة اللي أقدر أطورها في نفسي بطريقة صح، وده فرق كبير جدا. 5. العناية مش معناها إنك تستخدمي كل حاجة. كنت فاكرة إن كل ما أعمل خطوات أكتر يبقى أنا مهتمة بنفسي أكتر، لكن الحقيقة لأ، أحيانا البساطة أحسن. روتين بسيط تقدري تستمري عليه أحسن من روتين طويل تعمليه يومين أو يوم وبعد كده تسيبيه. 6 نقطة، اهتمي بحاجات محدش بيشوفها. في حاجات مش بتبان في الصور، لكنها جزء مهم جدا من اهتمامك بنفسك. النظافة الشخصية، ترتيب حاجاتك، الاهتمام بشعرك وأظافرك، انك تكوني منظمة في حاجاتك. وافهمي واعرفي ان مش كل جلو اب لازم يكون حاجة الناس تشوفها. 7. ما تخليش الجلو اب يتحول لضغط. واخيرا دي اهم نقطة، الجلو اب المفروض يخليكي انك تحسي انك احسن، مش يخليكي طول الوقت حاسة ان في حاجة غلط فيكي. يعني انتي مش محتاجة تغيري نفسك عشان تستحقي تحبي نفسك او حد يحبك، لكن اهتمي بنفسك لانك تستاهلي الاهتمام، مش لانك لازم تبقي نسخة من حد تاني او النسخة طبق الاصل من مشهور معين. وفي النهاية أهم حاجة عايزاك تفتكريها إن الاهتمام بنفسك مش سباق، ومش لازم توصلي لشكل معين أو تبقي شبه حد. واعرفي إنك لازم تاخدي الموضوع واحدة واحدة، وجربي تعرفي إيه اللي يناسبك وإيه اللي يخليكي مرتاحة وواثقة من نفسك. وقوليلي في الكومنتس إيه أكتر حاجة من دول كنتي محتاجة تعرفيها من زمان. ولو حبيت الفيديو وعجبك ما تنسيش تعملي سبسكرايب ولايك وكومنتس، عشان لسه عندنا حاجات كتير حلوة جاية. اشوفكم في الفيديو الجاي، ومع السلامة.